اهلا يا برج الميزان في قناة جينيوس هات تاروت. عايزين نشوف النهاردة رسائل الملايكة ليك ايه الفترة ديت او في الوقت الحالي يعني. خلينا نشوف يا برج الميزان ايه الاخبار. اوكي. واضح يا برج الميزان انك شخص حكيم جدا وشخص يعتمد عليك، بتعرف تشتغل، بتعرف تحقق اللي انت عايزه، بتعرف تجيب فلوس. يعني شخص مسؤول. آه، واضح ان انت كنت في وسط كوميونيتي، سواء في الشغل سواء ممكن بما انك حكيم او مرشد، ممكن تكون مرشد روحي كمان. وسط يعني الكوميونيتي بتاعك كان دايما معتمد عليك ان انت العطاء جاي من عندك، سواء في الشغل سواء في اي كوميونيتي حواليك، ان العطاء جاي من عندك، النصايح جايه من عندك. بقى عندهم اعتماديه ان انت اللي بتدي، ان انت اللي بتحل المشاكل، ان انت اللي بتقول، ان انت ومتهيألي ده في الشغل اكتر. وكنت انت بتدي بحب وبتدي كل ما عندك وبتدي آم، كل الايموشنز، كل الافكار الجديده، كل حاجه بتبقى جايه من عندك انت. آم، ف... فالفترة اللي فاتت فدي كانت دايما الناس معتمدة عليك في الحتة دي، لحد انت ما وصلت لمرحلة ان لا، هو مش كل حاجة عليا، مش كل حاجة انا اللي هعملها، مش كل حاجة الناس بتاخد نجاحي وبعد كده انا مش بحقق حاجة لنفسي، انا بحقق لناس تانية. فممكن تكون جات لك فكرة شغل او عمل حاجة انت حلم، حاجة نفسك تحققها وابتديت ان انت تشتغل عليها. وده طبعا زي ريحك، او ده بالنسبة لك كان مريح اكتر. بس انت في وقت كده حسيت ان في مشاكل كتير، او ان في حوارات كتير، ان في زعل، حزن، ممكن تكون بسبب الفترة ان انت سايب حاجة وبتروح لحاجة تانية، بتحاول تسيب حاجة وتتخلى عنها وتركز في حاجة تانية، زي اللي هو آه، الشقة اللي انا شقيته بقى الفترة اللي فاتت دي، سواء في علاقة او في عمل، بس هو مني عمل يعني. بتخلى عنها بس هي دي كانت فترة انت محتاج ت... تعدي بيها، عشان يعني تفهم اللي ليك واللي عليك، من الاخر تفهم الناس اللي حواليك اكتر. انت برضو كان عندك حتة ممكن روح المجموعة، يعني انا الانتماء للمجموعة، الانتماء للمكانة المرموقة اللي أنا فيها. اللي هو بمشي في مجموعة، اللي هو أنا بحس بنفسي من خلال الناس اللي حواليا، من خلال آه، يعني في ناس، في جزء منكم بيشوف ان انا وسط الكوميونتي ده، انا الكوميونتي ده بيمثلني، ده انا، ويحس ان هو لو طلع عنه ان هو ممكن يضيع او يبقى وحيد او فدي كانت حاجة جاية تعلمك انك ما تعملش كده. وان انت مستقل بنفسك، ويعني ومش الكوميونتي او المجتمع اللي حواليك هو اللي هيميزك، او هو اللي هيحطك في مكانة معينة، او الشغل دوت هو اللي مخلي لك مكانة او ايمج او برستيج معين. تاني حاجة ان كنت انت محتاج تتعلم انك تجازف بأفكار جديدة، بحاجات جديدة. حتى لو انت هتغير مكان شغلك كله، او النشاط ككل، فدي كنت محتاج تتعلم المجازفة، انك تغير كل ده لو انا مش مبسوط في حتة، ان انا امشي وخلاص. وان انت اصلا يعني الانجلز بتقولك ان انت عندك الافكار، ان انت بتعرف تعدي كل العقبات وعندك الايمان واليقين بنفسك ان انت تقدر تعمل ده، بس انت كنت واقف دايما. أم، وبتعرف تقول بصراحة وتتكلم بصراحة. الانجلز بقى بتنصحك في الحتة دي ان انت لو انت في حاجة بتعملها، آه،
سواء طريقة شغل، طريقة تفكير او افكار معينة ليك. انت محتاج تقارن ما بين الحاجات او الافكار النمطية العادية traditional اللي هي المعتادة، وبين الافكار الجديدة، وتشوف اني الاحسن لك. مش معناها ان دي حاجة قديمة واتعملت كتير يبقى مش هتنفعني، او مش معناها ان حاجة جديدة وهتولع الدنيا، ولعت الدنيا مع ناس كتير يبقى دي هتنفعني. لا، انت بدماغك كده توزنها. يا برج الميزان انت اصلا متوازن جدا. آه فتوزنها اني الاحسن لك، وتاخد يعني هناخد من كل كل قبيلة، هناخد من كل بستان وردة من الآخر كده. اللي هو مش عشان هو ده قديم فخلاص أنا مش هتجاهله، لأ. وإن أنت تتعامل بطريقة واضحة جدا، وتقول بالظبط انت عايز ايه ومش عايز ايه، وتبقى واضح جدا في اي بداية او في اي شغل مع حد او حد هيعمل لك حاجة، تبقى واضح قوي بالظبط to the point. وتقول انت محتاج ايه بالظبط، وبطريقة واضحة ودقيقة جدا. تمام. وبينصحوك انك تبقى حيادي، يعني لو حصل اي حاجة او اي حاجة خليك هادي، يعني ما تهبش في اللي قدامك، ما يعني حط نفسك شوية اللي قدامك عمل كده ليه، يعني او اتصرف كده ليه، بحيث ان انت ما تخسرش الناس اللي حواليك. آم، وان الشغل دوت هيبقى اللي انت الحاجة اللي انت عايز تحققها انت هتنتصر فيها، ما تقلقش خالص، كمل واسعى وربنا معاك، وان انت هتنجح فيها، هتعرف واذا كان في اي عقبات عديت بيها فده كانت حاجة لازم تعدي بيها عشان تتعلم دروس معينة. طيب خلينا نشوف بقى كروت الملايكة. بص، انت ممكن تكون بتفكر ان انت اول ما ابتديت المشروع الجديد او الفكرة الجديدة او الحاجة الجديدة دي، ممكن تكون اللي هو الدنيا كانت باينة ان هي كويسة جدا وان هي هتنجح وان هي تمام، بس فجأة لقيت زي تحديات قدامك. فالتحديات دي عشان جاتلك عشان انت ماشي على الطريق الصح، بس انت ممكن تكون بتستخدم تولز غلط، فعشان توقفك وان هو مش دوت، لا روح حتة تانية، بلاش الطريق ده، بس انت ماشي صح وان الفكرة صح وان انت هتحقق الحلم اللي انت عايز توصله، بس بلاش الطريق ده، خد طريق تاني. فالتحديات اللي بنقابلها مجرد ان الانجلز بتوجهك او ربنا بيوجهك ان بلاش الناحية دي، روح ناحية تانية. آه ولما تغيرها وتفكر في ويز او طرق تانية هتبقى مبسوط اكتر، لان التغيير دايما مطلوب في حياتنا، ومطلوب حتى لو انا ببتدي حاجة لو منفعش الناحية دي اروح الناحية دي، ما اقولش ايه ده، لا هو الدنيا كانت ما خافش وما تخضش، وان انا اقول ايه ده الدنيا كانت ماشية كويس دلوقتي ما بقتش ماشية كويس ليه، في ايه. آم، ونصيحة من انجلز ان انت تبعد عن الناس السلبية اللي بيرهقوك بالطاقة بتاعتهم، وان هما بيدخلوا دراما ملهاش لازمة في حياتك، ابعد عنهم تماما. أم هو بيقولك كمان في حاجة جايالك، يا اما انت اوريدي دي من الفكرة بتاعتك، او حاجة هتجيلك تانية، ان انت تبقى شخص يعني هتبقى مثلا منتور في حاجة، او ان انت هتتكلم في ممكن مؤتمر، ممكن جلسة، ممكن هتدي محاضرة، ممكن حاجة كده. ف فجو اهيد اقبلها وخدها، و... ولو انت حاسس ان انت مش او ان انت هتتكلم بالنيابة عن حد، لو انت شايف ان انت مش عندك الكلام ال... اللي انت تقدر تقوله، او مش عارف هتقول ايه، لا هما بيقولك خد الانيشيتيف دي، المبادرة دي، وهما هيوصلوا لك كل الكلام وهيلهموك بكل الكلام اللي انت محتاج تقوله فيها. ومحتاج ان انت تتعامل بطريقة ايجابية جدا في الموقف دوت،
انت بروفيشنال، بتعرف تتكلم، هتعرف تقول ايه، هم هيلهموك بكل الكلام، فما تقلقش خالص. آم، بس ف وممكن حد يجيلك، يعني يا اما انت الشخص ده، يا اما حد يجيلك هو هتاخد محاضرة عند حد، او خدها برضو واسمعه آه، وتعامل بطريقة بروفيشنال جدا مع الشخص ده. تمام. فشكرا يا برج الميزان، يا رب اكون افدتكم، والنصيحة كانت او رسالة الملايكة كانت واضحة بالنسبة لكم. قولولي في الكومنتس ايه الاخبار، وباي باي.